توني إسكو مجموعة من التمريرات لاس بالماس وعودة من أجل تضييق المساحات على ريال مدريد في هذه المباراة. لمسة من كوفازيتش إسكو يلعب كورة. الله يا ميرينجي، هدف أول لريال مدريد. يا سلام يا كوفازيتش، يا لها من تمريرة، يا لها من لمسة ساحرة يا كوفازيتش. والنجم إسكو يعود للمعان مرة أخرى في البرنابيو بعد أن كان له دور حاسم مهم في عودة الفريق ضد فياريال. شوفها من كوفازيتش، طلب الكرة أيضا من جانب إسكو، تحرك وتمريرة وحالة انفرادية، ثم بعد ذلك أجمل نهاية وريال مدريد يتقدم في النتيجة في وقت مبكر من هذه المباراة بعد لمسة وانفراد من جانب إسكو وهدف أول في هذه المباراة. أهداف البدلاء يصنع كوفازيتش، يسجل إسكو. ريال مدريد بخير حتى على مستوى دكة البدلاء. شوف اللاعبين اللي أخذوا الدور الأساسي وأقبل بعد ذلك أهداف أخرى لا تملكون نفس الإمكانية. هذه خطيرة داخل منطقة. الله يا تانا، يا لها من ردة فعل يا كناري، يا له من هدف يا لاس بالماس. التعادل سريعا جدا، والرد السريع يا سيتين، يا لها من تمريره ومهاره عاليه ومرور جميل واجمل فينشينج لتانا سريعا ما عاد لاس بالماس في دقيقه واحده تقريبا. شوف العمل الجماعي. نعم نعلم انكم ريال مدريد، لكن نحن نريد ان نقدم انفسنا في البرنابيو. رائعه من جانب تانا وهدف التعادل للاس بالماس. 1-1. مرور جميل امام راموس وتسديده في مقتل، يفشل في صدها في ردها في بعدها. نافاس ليتعادل لاس بالماس، يؤكد ان عنده شيء يقدم اليوم في برنابيو. من يسجل مثل هذه الاهداف لابد ان يكون عندهم شيء يقدمونه في برنابيو اليوم. 1-1. مباراة تبدا قوية هذا اليوم. انتشار اللون الاصفر في برنابيو. كرة لروكي مرة أخرى بينية. خيسي يحاول مرة أمام ناتشو، يلعبها بينية لبواتينغ وراموس يتدخل على مرتين، وبعد ذلك ركلة جزاء للاس بالماس. لمسة يد على راموس الذي ظهر أن الكرة في وجهه، تألم منها ولكن ربما كانت محاولة للتحايل. انذار على راموس، انذار على القائد سيرخيو. والإعادة ستوضح. هو كان يحاول إبعاد الكرة وكان يطالب بأن الكرة طبعا لمسها بيده، لكن لحماية وجهه في رأي راموس، لحماية وجهه. طبعا هذه لمسة يد واضحة على راموس حارس ريال مدريد في هذه اللقطة، وبطاقة وركلة جزاء مستحقة وأجواء صعبة وتوتر وليلة ليست هادئة أبدا في برنابيو اليوم. الكرة لمصلحة بالماس بعد حالة الطرد لريال مدريد. جوناثان فييرا يريد تعميق الجراح على الريال في هذه المباراة. فييرا عنده 3 ركلات جزاء تمكن من تسجيلها أمام كيلور. نافاس فييرا وكرة في المرمى. هدف ثاني للاس بالماس. الكناري يحلقون في البرنابيو. يا لها من كرة صدها نافاس. هي اختارت المرمى يا نافاس، هي قررت ولم يكن عندك القرار، اتخذت هي القرار وذهبت إلى الشباك. وهدف ثاني لبالماس في هذه المباراة. يا لها من مباراة مزعجة جدا في هذا التوقيت على ريال مدريد، ويا لها من مباراة كبيرة للاس بالماس. صدها نافاس ولكن الكرة بعد ذلك اتجهت المرمى. صدها بقدمه بل سجلها في مرماه بعد أن حاول إبعادها. للأسف يا كيلور سجلتها بطريقة حتى رائعة. هذه إعادة للهدف للاس بالماس للعودة بشكل قوي في هذه المباراة. يندب حظه على هذه الكرة. فييرا سددها وسجل من خلالها هدف العودة للاس بالماس. محاولة ضغط من توني طويلة خلف المدافعين. بواتينغ في حالة انفراد. بواتينغ عدى والثالث لبالماس.
ويا لها من نهاية يا بواتينغ، خبرة الأيام الكبيرة يا بواتينغ، يا لها من كرة. هدف ثالث للاس بالماس. من كان ينتظر هذا السيناريو؟ أسألكم أجيبوني، من كان ينتظر هذا السيناريو اليوم في البرنابيو؟ شوف اللمسة الطويلة لم يكن فيها تسلل، بواتينغ طلب الكرة، نافاس حاول إنقاذ ريال مدريد ولكنه فشل في ذلك للمرة الثانية. الكرة في شباكه ولاس بالماس يحلق في برنابيو مرة أخرى، يسجل هدفا ثالثا بعد تمريرة رائعة من مسافة بعيدة وهدف لبواتينغ. 3 أهداف لاس بالماس، ريال مدريد هدف. حالة الطرد لجارث بيل غيرت كل شيء في هذه المباراة. بواتينغ سعيد بهذا الهدف في مرمى ريال مدريد وبالتقدم مرة أخرى ولكنها تصطدم في الدفاع وتحولت لهاليلوفيتش مع راموس. إبعادها مرة أخرى، دقائق عصيبة في البرنابيو. خيسي في المرتدة خيسي 1-2-1 يحاول خيسي المرور، ينتظر مساندة خيسي داخل المنطقة يلعبها ولكنها لكيلور نافاس خطيرة جدا من جانب خيسي في اللقطة الماضية، وتعود لمصلحة ريال مدريد بكرة بينية خطيرة إلى رونالدو. كريستيانو عنده مساحة، كريستيانو محاولة داخل المنطقة بكرة عرضية صدمت وبعد ذلك إلى حارس المرمى. مطالبة بوجود لمسة يد. الحكم يشير على ما يبدو إلى ركلة جزاء لريال مدريد، أو يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد بعد إشارة من الحكم المساعد. 5 دقائق باقية من أجل تجاوز هذه المباراة الصعبة المعقدة في برنابيو. ريال يحصل على ركلة جزاء وقريب من أن يسجل هدفا ثانيا في مباراة اليوم. رونالدو لعبها، الكرة صدمت في يد المدافع في قرار أو في إشارة الحكم المساعد الذي كان قريبا جدا من اللقطة. تسجيل هذا الهدف سيعني إبقاء الأمل في العودة أو في الحصول على نقطة اليوم. إضاعة هذه الكرة يعني تماما فقدان الأمل في العودة في مباراة لاس بالماس. رونالدو أمام هذه الكرة بعد 6 ركلات جزاء سجل منها 5 هذا الموسم. رونالدو يلعبها في المرمى، كريستيانو عودة لريال مدريد في وقت متأخر جدا 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 يا فلورنتينو بيريز. أخشى أن يكون فاتكم كل شيء وفاتكم الميعاد. الكرة من جانب كريستيانو رونالدو في منتهى الروعة، في منتهى التركيز وفي شباك خافي فراس. ماذا سيحدث في ال3 دقائق الأخيرة، ال4 دقائق الأخيرة، ثم انتظر ربما معها على الأقل دقيقتين. لاس بالماس مطالب بالمحافظة على هذه المباراة الكبيرة، على هذه النتيجة التاريخية. ريال ربما لسان حال جماهيرهم وأملهم بأن راموس لا يزال عنده الكثير ليقدم في الأوقات العصيبة الصعبة على ريال مدريد. ركنية تنفذ داخل المنطقة بالراس، عدت من الدفاع. ركنية أخرى، اندفاع، هجوم، قتال، روح وأمل، وكرة داخل بالراس. والتعادل يا ميرينجي جميل يا دون. صاروخ ماتيرا، أجمل ارتقاء بالراس يا ولد. وتعود عودة كبيرة من غير كريستيانو. بعد معاناة في الأوقات العصيبة يظهر معادن الرجال وأصحاب القدرات العالية وراسية عالية وشباك وهدف وانتفاضة وعودة ريال مدريد من بعيد.